قبل يومين ناقشت أحدهم في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، فقلت له: أريد أن تكون آية في سورة النساء هي الفيصل بيننا في النقاش. قال لي: أنا من الممكن أن أقتنع لك بهذا الأمر، لكن من قال لك بأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ لعلكم بخير. هذه حلقة أخرى من التنوير في الرد على منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حلقة مهمة جدا، فأرجو مشاركتها وحضورها بتركيز شديد، لأنها تبين لك صفات منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبمجرد أن تستمع لشخص يتكلم بالقرآن وعنده هذه الصفات فإنك ستعرف أنه لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل لتبليغ الرسالة ولتبيين القرآن ولتبيين أن القرآن من عند الله عز وجل. فمن صفات منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الانتقائية بين نصوص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختارون منها ما يوافق مناهجهم وطرائقهم المنحرفة عن طريق القرآن وعن طريق السنة. تجد منكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يناقش معك بعض الآيات التي تشتبه على كثير من الناس، فيثبت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحجة. لكن بالمقابل لن تجده يناقش معك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأن هذه الآية تنقض منهجه كله من جذوره. وشاهدت مناظرة للشيخ الألباني عليه رحمة الله مع أحد منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أبو ياسر، فقال له الشيخ الألباني عليه رحمة الله: أنا أوافق على مناظرتك الآن على أن تكون الآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم التي ذكرناها آنفا هي الفيصل بيننا في النقاش. كنت أظن أن رجلا منتسبا إلى القرآن وهو قرآني لا يتلكأ في قبول هذا الشرط من العلامة الألباني عليه رحمة الله، لكنه جلس يراوغ نصف ساعة حتى لا يقبل بكلام العلامة الألباني عليه رحمة الله، وخرج من المجلس غاضبا، وهذا يسمى هروبا، لأن العلامة الألباني عليه رحمة الله حصره في زاوية ضيقة، إما أن يؤمن بهذه الآية أو أن يكفر بها. وطال المجلس مع الجالسين، فاتضح أن كثيرا من الجالسين أيضا عندهم نفس المذهب، لكنهم لم يستطيعوا أن يقروا هذه الآية أو ينكروها. فهذا من الانتقائية التي يقوم بها هؤلاء تجاه القرآن العظيم وتجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لن تجد أحد منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الأحاديث التي تثبت أن الوحي كتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بكتابة الوحي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أحاديث كثيرة جدا، لكنهم يركزون مع حديث واحد في أول الأمر، وهذا يدل على الانتقائية التي ذكرناها، وهذا يدل على الزيغ وعلى الضلال. فإما أن تأخذ القرآن كله أو تتركه كله فنعلم أنك مؤمن، أو أنت لست بمؤمن بالقرآن العظيم. كذلك من صفات هؤلاء، وهي الصفة الثانية، التهوين من أمر العبادات والحظ على تركها جزئيا أو كليا، وخصوصا الصلاة. فإذا سألت المنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يسيرا: كيف كان يصلي النبي؟ وهل سقطت الهيئة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة مع ذكر الدليل من القرآن أو من السنة؟ فإنه يراوغ ولا يجيبك. إذا وجدت الرجل مهون من أمر الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، فاعلم أنه لا يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بالآية التي ذكرناها والتي حاج بها العلامة الألباني أحد من منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرها ولم يرفضها بل هرب من المجلس. ذلك من صفات منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصهم وهمزهم ولمزهم والحط من قدرهم، لأنهم شهودنا في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أسقطوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقائيا سقطت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدهم يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونحن رجال، وكما أنهم يفكرون نحن نفكر، وبالتالي فنقولاتهم التي نقلت عنهم ليست بصحيحة فيقدمون طرف. كذلك انتسابا إلى الصفة الأولى التي ذكرناها في الانتقائية، إلى أنهم لا يذكرون الآيات التي تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يناقشونها ولا يتكلمون عنها، وبالمقابل يذكرون بعض القصص الواهية المذكورة في كتب التاريخ، وهذا من التناقض ومن الانتقائية التي ذكرناها. فقد زكى الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار في كتابه، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يريدون هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطريق إلى هدمها طبعا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل لهم صفة رابعة مع إنكارهم لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحكمون العقول المتفاوتة في الفهم على النقول الثابتة عن الله عز وجل في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجده يقدم عقله وتفكيره مع أن العقول متفاوتة، وهذا يأخذك إلى الصفة الخامسة من صفات منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مكثرون في الاختلاف فيما بينهم في العقائد فضلا عن العبادات. فتجد منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بعقيدة الاتحاد والحلول، وهي عقيدة باطنية قديمة لا أسانيد لها إلا في بعض الكتب المروية بغير أسانيد، ومع ذلك يؤمنون بها. تجد الآخر مؤمنا بعقيدة تناسخ الأرواح، وهي عقيدة هندوسية بوذية متعلقة بالفلسفات اليونانية القديمة، لكن هو لا يحتاج فيها إلى سند، وإنما يقبلها هكذا هروبا من قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى وجوب متابعته وطاعته وتحكيمه فيما قضى وتحكيمه في التنازع والائتمار بأمره، وأنه يحل ويحرم ويضع القصر عن أهل الكتاب. وهذا الأمر من كثرة الاختلاف يلجئهم إلى الصفة السادسة من صفاتهم، وهي التجاؤهم إلى التأويلات الباطنية التي لا تستند إلى قرينة من لسان العرب الذي أنزل به القرآن، أو كلام الله عز وجل الذي يفسر بعضه بعضا، لا، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وأمر ببيانه. تجدون من تلك الاختلافات يؤولون الصلاة بمفاهيم مختلفة فيما بينهم، بينما يرفضون الهيئة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد ذلك جليا في أمثال ياسر العبيرقاوي وعلي منصور كيالي وشحرور ونوار السعداوي وغيرهم من هؤلاء المنحرفين. كذلك من صفاتهم التعالي والكبر على الآخرين وغمط الناس واحتقارهم ووضع أنفسهم في درجة فوق الجميع، فهم المفكرون والتنويريون والذين يعرفون دقائق القرآن، بينما غيرهم من الفرق والجماعات وعامة المسلمين. وهذا التعالي والكبر على الناس وغمطهم يأخذنا إلى الصفة الثامنة من صفات منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي المراوغة عند طرح الأسئلة المباشرة في النقاش. قبل يومين ناقشت أحدهم في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، فقلت له: أريد أن تكون آية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال لي: أنا من الممكن أن أقتنع لك بهذا الأمر، لكن من قال لك بأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأجبته بصورة مباشرة بدون تردد. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وبين الله عز وجل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه رسول النبي، فقرن بين الرسالة والنبوة. والقرآن لا يوصف بالنبوة، وإن كان قد يوصف بالرسالة فهو رسالة، لكن لا يوصف بالنبوة. وقد نتجوز ونقول هو رسول لكنه لا يوصف بالنبوة. يتبعون الرسول النبي الأمي، ولو تنزلنا وقلنا أنه يوصف بالنبوة فإنه لا يوصف بالأمية. فأجبته مباشرة، ثم سألته سؤالا يسيرا: اذكر لنا مرة واحدة سقطت الهيئة في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في بيته أو مع أصحابه كما يزعم ياسر العديرقاوي، فراوغ هنا وهناك لأنه مؤمن بالقرآن فقط فيما يزعم، ولم يجد في القرآن أن الصلاة سقطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ضلال واضح ضلالهم لكل من له بصيرة مهما نقصت درجة فهمه، إلا أن يكون زائغا محبا للضلال. وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من التنوير في الرد على هؤلاء أو على غيرهم من أهل الضلال. هذا ذو النون عبد الرحمن يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.